Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل الفراخ في البيت. الفراخ المشويه مش هتجيبها ابدا من الشارع، من المطاعم. اشرح بس عشان ايه. انا دلوقتي غسلت الفرخه جبتها وغسلتها غسيل جامد بالليمون والخل والملح والدقيق. تغسلها اهم حاجه غسيل جامد في المحلول بتاعها. سيبها ساعه ساعتين كده انت براحتك. تقوم بقى جايباها وتفتحيها من كل ناحيه. ليه؟ بتقطعيها، بتجيبي الفخذ بتقطعيه. استنى احنا بشرنا بصلتين اهما في الكبه. بنحط عليهم ربع معلقه فلفل، ربع معلقه بهار لحمه، ربع معلقه قرفه، وحبه ملح صغيرين، ربع معلقه بردك ملح، وربع معلقه سكر. السكر بيخليها طعمها حلو قوي. هنبدا بقى ايه نتبلها. التتبيله دي طبعا انا عملتها من بالليل. عايزه تعمليها قبل ما تطبخي بساعه بساعتين براحتك، بس انا كل ما تعمليها من بالليل بتبقى اطعم واطعم. طبعا بتشيل الجلد كده وتحطي ايه التتبيله ما بين الجلد واللحم، وتحطي في الفراغات بتاعه السكينه اللي احنا فاتحين بها السكينه دي. تجيبي كده تاني اوريك اهو. تجيبي الفخده اهو، بتحطي في الفتحات اللي احنا فاتحينها وما بين الجلد واللحم تحطي التتبيله. جيب التتبيله. البصل طحنين البصل مع الثوم. اعملي في الطبق الغويط احسن. والبهارات ربع معلقه فلفل، ربع معلقه بهار لحمه، وربع معلقه قرفه، وربع معلقه سكر، وربع معلقه ملح. طبعا انت بتدوق التتبيله بتاعتك، وعايزه تحط مرقه فراخ نحطي برضك، مش يعني هتبقى طعمها حلو. ما عندكيش مش مشكله. انت اهم حاجه التتبيله دي لما تحطها بقى في الفراخ وتسيب الفراخ بقى تشرب من التتبيله بتاعتها ساعه ساعتين ثلاثه. عايزه متوفره عندك من بالليل تبليها وحطها على رف التلاجة. كل ما تتحط وتشرب من التتبيله مده اطول كل ما بتبقى طعمها زي المحلات بالظبط. وعارفه طبعا انت غسلاها ازاي، وعارفه انت منضفاها ازاي. كل حاجه بايدك انت. تعملي كل ناحيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى بتسيبيها بقى كلها. بصي بتدعكيها من تحت ومن فوق ومن بره الجلد ومن تحت الجلد في كل حاجه. هنبدا بقى نحطها هو تستوى. لسه بتستوي شويه اهي. هي طبعا بتبقى شاربه من التتبيله، ما بتحتاجش ميه كتير. بس برضك احنا ايه، استنى يا حنا عشان اقول لك تحط الميه. انا استشرح بس. واحده استوت والتانيه كمان هوريها لك اكتر. شوفي متفتحه ازاي، يبين اكتر كمان اهو. يلا اوريك انت بقى الميه. حط ميه كده بالسكينه يا دوبك تحط عليها بس كوبايه ميه. ما تحطش عليها ميه كتير عشان هي اصلا لما تشرب من التتبيله سبحان الله الانسجه بتاعت حط ميه كمان والله بتدبل كده وبتستوي بسرعه. متاخدش وقت على النار. ما تحطش عليها ميه كتير عشان الطعم مع بعضها. هسيبها بقى تستوي واعمل صينيه البطاطس. عندي فصين توم، حبه ملح، حبه فلفل، حبه شطه، وربع معلقه سكر. السكر برضه بيطعم بصينيه البطاطس قوي. هنا تقطعنا البصل. بنقطع بقى التوم بتقطعيه على ايديكي احسن من الكبه. التوم لما تقطعيه بايديكي كده بيدي طعم جميل قوي لصينيه البطاطس. بتقول لهم بقى ساعات بحب اعمله مسلوق. هنبدا بقى ندعك البصل بالبهارات. وعلى فكره لما بيبقى كده ربع معلقه فلفل، ربع معلقه شطه. معانا البهارات اهي. ربع معلقه فلفل، ربع معلقه شطه، ربع معلقه سكر، ربع معلقه ملح. وبرضك دوقي التتبيله بتاعتك وتدوقي الطعم. تبقى تظبطي الملح بتاعك والحاجات والبهارات.
تدعكي طبعا البصل مع البهارات، ده اللي بيطعم صينيه البطاطس. ويا ريت تسيبيها قبل ما تحط على النار ساعه كده، قبل ما تولع عليها. بتشرب البطاطس بقى من البصل من التتبيله والبهارات، بتدي البطاطس طعم رهيب. مش لازم تعملها على طول وتحطها على النار على طول، سيبها شويه قبل ما يعني تتبليها، وسيبها شويه كده قبل ما تولع عليها النار، هتفرق جدا في الطعم. جربي بس كده. طبعا هنطحن الطماطم وهنحطها عليها. يلا يا بنت كملي. لازم تدعكي هنا بقى البصل البصل مع عليها. الثوم مع البطاطس دعكه جامده كده، تتبلوهم مع بعض، تدمجي كله مع بعضه. هنحط عليها بقى الطماطم، اعصر الطماطم طبعا، حبه زيت لو عايزه، حته سمنه لو عايزه، المتاح عندك حطيه. انا حطيت حبه زيت، ماشي. يعني بيبقى كده معلقتين 3 زيت، ما تكتريش. عايزه حته سمنه حطي حته سمنه، المتوفر عندك حطيه. وهنحط الطماطم عليها، طماطم نطحن الطماطم ونولع عليها النار. هي بدأت تستوى، على النار هي بدأت تستوى. هرجع تاني على الفراخ. انت كده يا حنة مش الشوكة، اغرزي الشوكة كده يا حنة. طبعا يعني استوت خلاص. خلاص تمام. تولعوا الفحمة قبل ما يعني وانتوا بتولعوا على الفراخ حطي الفحمة. بدأت تتحمر اهي في الفرن. اللون بقى الرهيب ده، انا بطلع الصوص لو فايض فيها حبة مية ولا كده طلعهم في طبق. هوريهولك اهو الصوص ده بيبقى تحفة بالعيش. وتقوم بقى جايبة حتة الفحمة. خلاص يا بابا. الفحمة اهي يلا حنة. ما تستوى خالص وتبقى حمرا على النار على العين. يلا. تبقى الفحم في صينية الفراخ وعليها حبة زيت. السلام عليكم.